مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. راح اكون انا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وايضا زملائي بالكنترول والبث المباشر شيزا رشيد وشيرين مسور. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وضيف جديد. ضيفنا بالاستديو الطبيب الاخصائي بالجراحه العصبيه دكتور فراس تيشي. اهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيكم. مستمعينا ومتابعينا، موضوعنا مهم كتير، بيهم شريحة معينة من الناس. موضوعنا هو رح يكون الأكثر والأشيع هو رح نحكي عن ترقق العظام أو هشاشة العظام. موضوع شامل، وأكيد رح نستنى منكم اتصالاتكم عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. يلي عم يشاهدون عبر البث المباشر بوير عربي، فيكم بأي رسالة تكتبوا السؤال اللي بيخطر على بالكم بمجال الجراحة العصبية. بآخر الحلقة أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. اسمحوا لي رحب مرة تانية بضيفي الدكتور فراس تيشي، ونحكي دكتور عن العمود الفقري، هذا العضو اللي دائما عم نشبه أي شيء بشو من كان بالعمود الفقري، والإنسان هو أيضا العمود الفقري اللي بيتركز عليه جسمه. لو تحكي لنا عن آفات أو آلام أو المشاكل اللي عم تواجهه العمود الفقري. بصراحة العمود الفقري هو فعلا اسم على مسمى. هو العامل الأساسي اللي يحمل أعضاء الجسم، اللي ترتبط فيه كافة أعضاء الجسم من الأطراف العلوية والأطراف السفلية والدماغ محور يعني، أو الرأس، محور الجسم. تمام. العمود الفقري يتشكل من 33 فقرة مقسمة ل7 فقرات رقبية، 12 فقرة ظهرية، 5 فقرات قطنية، 5 عجزية، 3 عصاصية. آلام العمود الفقري في كتير أسباب اللي تسبب آلام العمود الفقري، منها أسباب جهازية، منها أسباب إنتانية، منها أسباب ورمية أو أسباب رضية. الأسباب الجهازية الرضية نذكر مثلا ردود، سقوط، مشاجرة، حوادث سير تعمل كسور فقرات، انزلاق فقرات حسب الأزية، أو تعمل فتق قنوات لبية. الآفات الثانية الالتهابية اللي هي التهاب فقار لاصق، الدائرة الثيانية، حمى رثوية، التهاب مفاصل، في تشاخيص ثانية طبعا. الآلام الجهازية منهم الهشاشة العظمية أو تلين العظام أو ترقق العظام. تمام. الترقق العظام مثل ما نعرف هو نقص كثافة العظمية ضمن العظم، يعني نقص كثافة العظم بحد ذاته. العظم يتشكل من طبقتين، هي طبقة القشرية، العظم القشري، والعظم الإسفنجي. تنقص فيه نسبة العظم الإسفنجي أو الخلايا البانية للعظم، الأوستيوبلاست، تنقص بكمية كبيرة، تسبب ترقق عظام أو هشاشة عظمية أو نقص كثافة عظمية. طبعا هذا الشيء يعرض المريض إلى حدوث كسور سواء عرضية أو سواء لا عرضية، سواء برد خفيف أو رد قوي، يعني تسبب كسور. الأسباب الأشيع طبعا كترقق عظام أو هشاشة عظمية كمرض غالبا يعطي مرض صامت. هو كان هذا سؤالي دكتور. شو المستمع عم يسمعنا انه يا ترى هل المرض هذا، اذا انا يكون معي هالمرض هذا، كيف بدي اعرف؟ لا، ما بصراحة ما في اعراض واضحة وصريحة لترقق العظام. مثلا اذا بدنا نحكي عن ديسك، في عندي اعراض الام جذرية، الام قطنية توجه للانسان انه هذا مريض شخص فلاني عنده ديسك او التهاب عصب وركي او حسب. بس الترقق العظام والهشاشة العظمية اعراضه تكون مبهمة، مثلا وهن عام، آلام عمومية بالجسم، قلة حيل، آلام عظمية، آلام مفصلية. طبعا ما بترافق لا مع حرارة مع التورم، مثل تماما نشوفها بالتهاب مفاصل. يعني تعطيني أعراض عامة. طبعا هاي الأعراض احتمال تكون بأمراض تانية، قصور درق، فرط نشاط درق، أمراض تانية مشابهة لهذا الشيء. بس أكثر شيء اللي يوجهنا هو طبعا الآلام العظمية الغير مفسرة، وآلام العمود الفقري الغير مفسرة، زائد وهن عام الغير مفسر بعد نفي دراسات تانية، طبعا نفي الأمراض التانية. تماما. أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى ترقق عظام، طبعا في عنا أسباب وراثية، أسباب
جغرافية، أسباب جغرافية بالأول، أيوة. في عنا أسباب وراثية، في عنا أسباب مرضية. شو هي الأسباب الجغرافية؟ أسباب دكتور؟ الجغرافية مثلا البيض ينصابوا أكثر من السود، مهم. النساء تنصاب أكثر من الذكور، نعم. الكبار العمر ينصابوا أكثر من الصغار العمر، يعني فوق ال 55 سنة أكثر من هدول العرضة يعني. الأسباب العامة نحن نحكي. مهم. الأسباب الثانية هي مثلا أولا العمر بعد سن اليأس، النساء بعد سن اليأس مهم. بسبب توقف هرمون الاستروجين. نعم. الهرمون الاستروجين وظيفته هو يحمل الكلس يضعه بالعظم. مهم. فقدان الاستروجين وتوقف الاستروجين أو سن اليأس يؤدي إلى نقص خلل يعني. مادة الكلس في العظم. تماما. لاقي في الكلس بالدم طبيعي بس بالعظم مو موجود. مهم. اثنين عند الذكور بعد عمر 70 سنة، أيوة. خاصة اللي عندهم مشاكل بروستات أو عندهم أورام بروستات. مهم. عند النساء اللي عندهم سرطان الثدي اللي تعرضوا للأشعة وتعرضوا للمواد الكيماوية. مهم. الأسباب الثانية تناول مفرط للكورتيزونات. مهم. الكحوليين، أيضا. المدخنين بشدة مهم. يصيروا هذا الشيء، زائد الأمراض الغدية مثلا فرط نشاط درق، قصور جرات درق، تؤهب للمريض يكون عنده هشاشة عظمية. تمام. أو في بعض الأدوية اللي تعمل هشاشة عظمية مثل مضادات الاختلاج، المميعات، طبعا الإكسار فيهم، والكورتيزونات بشكل عام على المدى الطويل يعني. على المدى الطويل تدخل المريض بأعراض ترقق عظام أو هشاشة عظمية. النظام الغذائي ما بيلعب دوره دكتور؟ نظام سيء أو النظام الغذائي اللي يلعب دور بالمرضى المدنفين أو اللي عندهم آفات مشاكل معدية المعوية. مهم. لأنه الامتصاص الحاجة اليومية للكلس هي 600 باليوم. مهم. 600 الحاجة اليومية لفيتامين د هي كمان بين 600 ل 800 وحدة دولية باليوم. مهم. لأسباب مثلا التهاب أمعاء، التهاب معدة، بالمناطق اللي يصير فيها امتصاص للكلس، امتصاص للفيتامين د. مهم. إذا في عندي مشاكل بالمعدة أو التهاب، مشاكل بالأمعاء، بيأثر. يصير في سوء امتصاص المادتين هدول، المريض يدخل بحالة ترقق عظام. طبعا زائد نقص تعرض لأشعة الشمس، لأن الفيتامين د ما يتفاعل إلا بوجود أشعة الشمس. تماما. نقص تعرض أشعة الشمس سبب رئيسي من ترقق عظام. تمام. زائد نقص هرمون النمو، يعني مثل ما حكينا. أولا النساء سن اليأس، مهم. الكبار كبار السن، الذكور بعد 70 سنة، سرطان الثدي، سرطان البروستات، نقص فيتامين د أو نقص تعرض للشمس، فرط نشاط درق، قصور جرات درق، مهم. المرضى المدمنين كحوليا أو أيوة. مرضى المدمنين الدخان، زائد أمراض الأدوية مثل مضادات الصرع، فينيتوين، كارباتيك، مهم. شو اسمه المميعات بشكل عام تعمل تؤهب، زائد الكورتيزونات. تماما. دكتور، ضمن سياق حديثكم من شوي ذكرتوا موضوع انه هل المرض هذا صامت؟ طيب كيف كأطباء جراحة عصبية بتشخصوا شو هي الوسائل التشخيصية عندكم لحتى تثبتوا بالأمر انه هذا المريض معك هشاشة عظام او ترقق عظام اذا صح التعبير؟ بصراحة سابقا كان موضوع مهمل نوعا ما، يعني حتى نعم. بالممارسة العملية كان مهمل، حتى بالحياة اليومية كان مهمل، مع انه مرض شائع جدا جدا عند أغلب النساء بعد 50 سنة، عند أغلب الذكور بعد 75 سنة، وعند أغلب المرضى اللي هلا صار في عنا نسبة عالية من مرضى السكري، أيضا نسبة عالية من مرضى المدخنين، نسبة عالية من الكحوليين، ونسبة عالية من المرضى اللي عم يتعاطوا الكورتيزونات لغايات تجميلية، لغايات أيضا التهابية. طريقة التشخيص مثل ما قلنا أول شيء، أولا ترقق العظام هو نقص كلس العظم ونقص فيتامين د ضمن العظم اللي هو الداعم الأساسي. التشخيص كتشخيص الأول الصورة الشعاعية البسيطة تعطيني فكرة عنها، بس التشخيص الأكيد في جهاز اسمه قياس كثافة عظمية. أيوة. قياس كثافة عظمية يحدد، قياس كثافة عظمية يحدد نسبة الشوارد خاصة كلس الفوسفور ضمن المعدن ضمن العظم. تماما. يعني في بروتينيا مثلا في تحليل فيتامين د وفي تحليل كلس. تماما. بس تحليل الكلس بالدم لا يعني نقصه بالدم، لا يعني وجود نقصه بالعظم. تماما. يعني نقص الكلس بالدم هذا اسمه مرض نقص الكلس. تماما. بس لا يعني وجود ترقق عظام، هشاشة عظمية. هشاشة عظمية هي نقص كثافة العظم. تمام. نقص وجود الشوارد ضمن العظم، ما يتشخص حصرا بصورة كثافة عظمية. تمام. دكتور، قبل ما نتطرق لموضوع الكثافة العظمية وهالجهاز وفرة هالجهاز هذا بمنطقتنا، خلينا بداية بالصورة البسيطة،
شو العلامات اللي راح تظهر على الصورة البسيطة؟ الصورة البسيطة تفاجئني بس إنه نقص تمعدن للصورة، نقص تمعدن الصورة أها. الصورة العادية، تماما. الشخص الطبيعي، مهم. الكلس الصورة الشعاعية تكون تعطيني لون أبيض، لون أبيض. خفوتية اللون الأبيض مهم. أو قربه من اللون الأسود، أو تبادل. يعني وجود نقص وجود مادة الكلس ضمن مهم. العظم. تماما. بس هذا مؤشر غير مباشر، تماما. يعني فينا نعتمد عليه لو إذا ما في جهاز ثاني. بس إذا في سابقا جهاز ربما كنتوا إذا تعتمدوا في عليه. جهاز خلاص قرار نهائي، تمام. كثافة عظمية ينعمل، وإجراء سهل جدا جدا. مهم. ونسبة الأشعة، نسبة التعرض للأشعة مهم. بجهاز كثافة العظمية أقل بكثير من الصورة البسيطة. تمام. دكتور، لو تحكوا لنا بشكل يعني خلينا هيك بموسع عن موضوع هذا الجهاز ووفرته هون، وكيف بيتم هالتشخيص هذا، هو الإجراء هذا. طبعا الصورة هاي لا تجرى بشكل روتيني لكل مريض، أها. تجرى للمرضى مثل ما قلنا، مرضى اللي عندهم عوامل خطورة، شك مثلا. النساء بعد سن اليأس، مهم. الرجال النساء بعد سن اليأس، رجال أو بعد نساء 70. حتى بأعمار صغيرة أيوة. اللي عندهم سرطان ثدي بشكل دوري لازم يعملوا هاي الصورة. طبعا ضمن علاجات سرطان الثدي لازم تنعمل هاي الصورة مشان نعوض لهم الكلس أو فيتامين د حسب الحاجة. حلو. ثالثا المرضى الكبار بالعمر، الذكور اللي عندهم عاملين عندهم بروستات أو عاملين سرطان بروستات كمان يتعرضوا لهذا الشيء. مرضى الالتهاب المفاصل أو الروماتيزم أو الدائرة الثانية أو الحمى الرثوية أو التهاب فقار لاصق أو الذئبة الحمامية، الأمراض المناعية مهم. اللي يحتاجوا ياخذوا كورتيزون فترات طويلة، مريض الربو، مهم. مريض الزرع الكلية، أيضا. مريض مرضى النسج الضامنة احنا نسميها الحمى الرثوية الدائرة الثانية. هذول أيضا. المرضى اللي يحتاجوا أخذ كورتيزون لفترات طويلة، هذا بشكل روتيني المفروض كل سنة ولو مرة واحدة مهم. تنعمل لهم صورة كثافة عظمية. مرضى المدخنين بشدة زائد أعمار كبيرة، مهم. والكحوليين، زائد المرضى اللي عندهم كسور غير مفسرة، تمام. يعني عنده كسر زورقي رد مثلاً. بسيط، تمام. كسر رد بسيط صار عنده كسر. مهم. زائد المرضى مثل ما قلنا مرضى فرط نشاط درق أيوة. ضروري، مرضى قصور جرات درق ضروري نعمل لهم هاي الصور تمام. بين فترة والثانية. مرضى السكريين المزمنين، مو السكر الحديث المكتشف، السكر المزمن. بده تحضير دكتور. زائد مرضى الاختلاج اللي عندهم أيضاً. اختلاج لفترات طويلة عم ياخذوا مضاد اختلاج، او المرضى اللي عم ياخذوا فترات طويلة مميعات، هذول اثنين مؤهبين يصير معهم سواء كان الفينوتوين او الاسبرين يعني. اكثر شيء الفينوتوين فينوتوين. والكرباتيك تماما. دكتور، هل الاجراء هذا متوفر بمدينه القامشلي؟ متوفر حاليا، متوفر. لو تشرحوا لنا انه المريض كيف بيخضع يعني هي صوره بسيطه عاديه، هل هي تعتبر يتم تحضير المريض؟ لا صورة بسيطة جدا مثل أي صورة أشعة عادية. ايوه. يروح المريض على مركز الأشعة، نعم. يتصور تصوير ما يطول، يعني خلال ثواني، خلال دقيقة تكون صورة خالصة مهم. ومطبوعة جاهزة. حلو. الصورة طبعا تنعمل الصورة بتقنية العمود الفقري والورك، ايوه. لأنه أكثر منطقتين، أقوى منطقتين فيهم عظم أيوة. كثافة عظمية هن العمود الفقري، الفقرات القطنية الخمسة الأخيرة بالضبط. والوركين. مهم. تنعمل صورة للمنطقتين هدول، وتحدد نسبة كمية الكلس الموجودة طبعا على مقياس المقاييس التي والزيت الموجودين ضمن الصورة. مهم. تحدد انه المريض عنده تلين عظام، عنده هشاشة خفيفة، عنده ترقق عظام شديد. تماما. على اساسها تحدد العلاج طبعا، تماما. درجة الترقق، والعلاج ايش قد ياخذ وقت، فترة زمنية. تمام. قبل ما نحكي على العلاج رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا هلا، فيكم تتصلوا معنا 429 101 رقمنا الأرضي، على الواتساب 093 82 80 81 4. مشاهدينا اللي عم يشاهدونا سواء كانوا جوات البلد أو برات البلد، فيكم عبر أي رسالة عبر البث المباشر بوير عربي تكتبوا السؤال اللي بيخطر على بالكم بمجال الجراحة العصبية. ضيفي الدكتور فراس تيشي، أخصائي بالجراحة العصبية. موضوعنا عم نحكي عن موضوع ترقق العظام، وأيضا مثل ما ذكر أنه موضوع شائع ولكن كان مهمل، والآن يعني في وسائل تشخيصية ولازم يتعالج، وهو يعني مرض مهم أنه نسلط الضوء عليه. دكتور، وصلنا لموضوع العلاج. أغلب الأحيان تكون في ببعض الأحيان يكون في علاج جراحي دوائي، بهالحالة هي كيف بيكون العلاج؟ العلاج حصرا دوائي تماما. الغاية من التشخيص هو تشخيص الآفة قبل ما نصير عندنا مشكلة. حلو. لأنه مثل ما قلنا بأول حديث إنه المرض هذا يعتبر مرض صامت، يقلد الأمراض الجهازية العامة، تماما. من وهن عام، آلام عظمية، آلام مفصلية، آلام عضلية. اللي المريض
يشكي منها وبس ما يتشخص له شيء. تمامًا، بيكون الخوف ماشي. منه، الخوف الأكثر هو كسر عنق فخذ أكثر شيء يصير، أيوه. الغير مشخص، أو كسر فقرات، تالي رد خفيف أو رد قوي. وغالبا المريض اللي عنده ترقق عظام يعني رد خفيف لا يذكر تلاقي صار عنده كسر فقرة، كسر خفيف لا رد خفيف لا يذكر تلاقي صار عنده كسر عنق فخذ أو كسر بين المدورين، غالبا كسر بين المدورين. هذول أكثر منطقتين اللي تعرضوا لترقق العظام مقارنة مع باقي الجسم. تمامًا. طبعا الموضوع نحن حبينا نذكره لأنه فعلا مهمل كعلاج، نعم. أو أحيانا لما غالبية الأطباء كنا عم نشك إنه هذا المريض عنده أعراض ترقق عظام كنا نبلش كلسو فيتامين د بشكل روتيني نعطي للمريض، وبغض النظر إنه والله عنده مشخص تشخيص دقيق ولا لا. يعني صار عندنا مشاكل كثير ونحن عم نعطيه مريض 6 شهور 8 شهور 9 شهور دواء كلس، وهذا الإجراء رخيص ومتوفر. يعني فينا ناخذ صورة ولو مرة بالسنة، طبعا مرة بالسنة للمرضى ذوي الخطورة العالية. تمامًا. مرضى الشباب ما في داعي يعملوا صورة. تمامًا. فوق 55 النساء مرة بصورة، صورة مرة بالسنة. نعم. إذا طبيعية فيك تصبر سنة سنتين وبعدين تعيد الصورة مرة ثانية. الغاية من الصورة تشخيص وإعطاء العلاج. تمامًا. والوقاية من الكسور اللي احتمال تصير مع المريض. الكسور هي كسور قاتلة، راح تكون كسور الفقرات زائد كسور عنق الفخذ أو كسر بين المدورين. بالنسبة للفقرات طبعا كسور عنق فخذ كلها جراحية، ما في علاج محافظ مؤكد. طبعا علاج محافظ قبل الكسور. علاج ترقق عظام هو علاج دوائي زائد تعليمات، نحكي بالوقاية طبعا. تمامًا. يعني علاج دوائي مع علاج وقائي، تعليمات غذائية ورياضة وشغلات تانية. بس علاج كسور الفقرات هو علاج جراحي حصرا، طبعا حسب درجة الكسر. يعني كسر إذا وصل للجراحة بده طبعا التعامل مع كسر فقرة جراحي يختلف عن مريض الكسر العادي. يعني كسر مريض عنده كسر فقرة مع ترقق عظام، نوعية البراغي تمامًا والتعامل مع المريض غير المريض اللي عنده عظمه قوي بالضبط. بس صار ظرف من ظروف صار في عنده كسر تالي حادث قوي او سقوط من شاهق. يعني هذا عظمه يكون قوي ومع ذلك صار في كسر نتيجة الرد القوي. هذا تثبيت فقرات روتيني يعتبر. بس المريض اللي عنده ترقق عظام المعاملة معه غير. يعني لازم يكون جاهزين أدوات تانية غير الأدوات الترقق العظام. أو إذا مو إسعاف لازم يأخذ دواء علاج 3 شهور ل 6 شهور لتزبط أموره الجهازية وقت يخضع لعمل جراحي. حقيقة هاي النقطة هي كانت مهمة جدا، إنه لازم إنه تنذكر بشكل يعني أوضح، إنه موضوع العلاج سابقا أو التدخل الجراحي لمريض انكسر كسر مفاجئ وما يعني ما تابعه الطبيب، إنه هذا ربما يكون إنه عنده هشاشة عظام، فالتعامل كان والنتائج راح تكون سلبية أو ما مرجوة. يعني ربما هلا إحنا كان عندنا مؤتمر من شيء 15 يوم بالشام. يعني التركيز الأساسي كان موجود أي مريض عنده عامل خطورة خوف من ترقق عظام، إذا حط بالك تثبيت فقرات بدك تعرف إيش جهز للمريض. أيوة. يعني عندي كلس بودرة أو كلس سائل أو براغي خاصة لمرضى الكسور الفقرات. تماما. البراغي خاصة شلون تكون؟ يعني براغي مقننة احنا نسميها. يعني في فتحة ضمن البرغي نفسه. نعم. بس ندخل البرغي نحقن مادة كلس ضمن الفقرة. تماما. إذا كسر إسعافي، إذا عمل جراحي إسعافي. إذا عمل جراحي بارد فيك تعطي مريض دواء وتراقبه بصورة كثافة عظمية، صار عنده استقرار بالكثافة العظمية مش وقتها بتركب البراغي العادية. ما في أي مشكلة، لأنه لما تفوت على عملية والعظم رقيق يعني البرغي ما يمسك. تمام. يعني بكرة تعطينا نتائج سيئة. طبعا كان التركيز الأساسي إنه مرضى فوق النساء فوق 55 سنة، الذكور فوق 65 سنة، تثبيت فقرات بغض النظر عن السبب، انزلاق فقرات، ديسكات متعددة، ورم بالفقرات. إذا في فكرة تثبيت فقرات لازم تكون صورة كثافة عظمية روتينية مثل صورة رنين مغناطيسي، مثل الصورة البسيطة قبل الجراحة. تماما. يعني تعتبر صورة تخطيط العمل الجراحي. تمام. طبعا زائد المرضى المدمنين الكحوليين المدخنين على الكورتيزون فرط نشاط درجة هذول ضروري جدا يعني يتعامل مع المريض كصورة تحضيرية للعمل الجراحي. تماما. يعني التأكيد إنه في عنده ترقق ولا لا.
تمام. إذا عبر منبر وير طبعا هذا نداء للأخصائيين الجراحة العظمية اللي بيراجعون المرضى اللي أسباب الكسر بتكون مبهمة وشخص أو مريض بعمر صغير، فبيتوجهوا لهالإجراء هذا اللي هو إجراء سهل وبسيط ومتوفر. فعبر منبر وير حابين إنه يعني أطباء الجراحة العصبية أو زملائكم الجراحة العظمية أيضا يتوجهوا للإجراء هذا لحتى تكون النتائج مرجوة. دكتور، دائما بحلقتنا قبل ما نختمها بنصائح وقائية لمرضاكم، لمرضى الجراحة العصبية ولمرضى اللي قد يكون عندهم هالمرض هذا. نختم لقائنا بكم نصيحة من عندكم. طبعا النصائح هي كالتالي: لتقوية العظم عندنا بعض العوامل لازم نتبعها مشان تقوية العظم، وفي بعض العوامل لازم نتجنبها. تمام. الكحول بشكل عام، الدخان بشكل عام، علاج الآفات الجهازية اللي حكينا عنها، مثلا علاج السكر بوقته، علاج الدورة الاختلاج بوقته، علاج فرط نشاط ضرر، علاج قصور جرات ضرر بشكل مناسب. زائد المرضى اللي ما عندهم قدرة يعالجوا الأمور هاي ضمن الوقاية ضروري جدا أولا التعرض للشمس بشكل يومي، لأنه مشان نستفاد من الكلسي اللي عم ناخده أو الفيتامين د اللي عم ناخده سواء عن طريق الأكل أو عن طريق الحب. لازم يكون في أول شيء تعرض للشمس. ثانيا رياضة ضرورية جدا جدا، لأنه هرمون النمو عامل أساسي اللي يحفز فيتامين د ويحفز نقل الكلس للعظم. النساء اللي فوق ال 55 الرياضة ضرورية جدا، وتناول الأغذية الغنية بالكلس اللي هي مشتقات الحليب بشكل عام، الورقيات يعني الأعشاب الورقية، النباتات الورقية الخضراء مثلا الجرجير، السبانخ، البقدونس، هاي الأمور ضروري جدا. زائد السمك مفيد جدا ليحوي كميات عالية من الفيتامين د. السمك جميع أنواعه، الطون، السلمون والسردين ضروري جدا. ولو في ناس كانت دارجة عندنا هلا خفت الطون والسردين، بس فوائد العلمية للأطفال وللكبار لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامين د ضروري جدا تناوله. تماما. البروتينات ضروري جدا تناول البروتينات. هاي الشغلات الموجودة فيها الفيتامين د مع الكلس، معناته مشتقات الحليب، الخضار، النباتات الورقية قصدي، تماما، مثلا السبانخ، بقدونس، جرجير، هدول. زائد السمك، السمك بأنواعه، الطون، السردين، طبعا مشتقات الحليب بدون وهدول الأساسيات. زائد التعرض للشمس ضروري جدا، والرياضة ضروري جدا. تماما. يعني هدول لازم كلهم يكملوا بعض. حلقة متكاملة. وبنهاية الحلقة بتشكر الدكتور فراس تيشي، اخصائي بالجراحة العصبية، لهالمعلومات القيمة واللقاء الجميل. شكرا لكم دكتور. بتشكركم. شكرا لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا على حسن المتابعة. بتشكر زملائي شيزر وشيرين. كنت أنا معكم عماد خلف من الميكروفون. للأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.